صدقي ان رب الخير ما بيجيبش الا الخير. الطريق اللي هو رسمهولك احسن 1000 مرة من الطريق اللي انتي رسماه ليكي، لان هو اللي خلقك. فلازم تبقي متأكدة ان لو في حاجة راحت هتتعوضي عنها بإذن الله. اوعي تاخدي قرار وانتي متعصبة او متنرفزة، لانه اكيد اي قرار هتاخديه وانتي متعصبة او متنرفزة قرار اكيد هتندمي عليه، لانه قرار مش محسوب. ما تستسلميش لاي مشاعر سلبيه جواكي. انا بكلمك علم دلوقتي، اللي احنا هنقوله ده علم. اخرجي لو سمحتي، اخرجي ان شاء الله نص ساعه او ساعه لوحدك في مكان مفتوح، يفضل لو في شمس. ما تتكلميش مع حد، ولا تبصي في تليفونك، ولا تكلمي واحده من صحباتك تتكلمي في نفس المشكله اللي انت خارجه من بيتك بسببها. لو سمحتي كوبايه ليموناده يا انسه على الترابيزه، اشربيها وتقعدي ساعه في الهواء الطلق في الشمس. السلام عليكم ومساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. توحشتكم بزاف بزاف، سمحوا لي طولت عليكم، كانوا عندي ظروف ما قدرتش نبان معاكم. واليوم جيتكم فيديو روتين تحفيزي 100%، فيه شطاره، فيه وصفات، كل حاجه تحبوها راح تلقاوهم في هذا الفيديو. تابعوا الفيديو للاخر حبيباتي. قبل ما نبداو هذا الروتين نشكر كامل المشتركات الجدد اللي انضموا في قناتي، نقول لكم مرحبا بكم كامل البنات، وكل وحده مازال ما اشتركتش معايا حبيبتي عاونيني بجام وابوني وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل فيديو جديد. وبيان سور بلا ما ننسى المتتبعات تاعي العزاز، نقول لكم شكرا بزاف على الدعم تاعكم لقناتي. ان شاء الله تقعدوا ديما معايا، وان شاء الله بكم نتوما راح تكبر عائلتنا. هنا البنات كما راكم تشوفوا كنت نض الصباح، سبقت قبل في الحوايج هما الاولين حطيتهم يتغسلوا، من بعد رحت غسلت حاشاكم الطواليت والصال دو با، كنت حكيتهم الله الله يعني تجوزت عليهم رغيوه. ولا هنايا كنت جيت باش سيقت لا شومبر تاعي، يعني جوزت عليها غير مسحه خفيفه. وكنت حابه نشارك معاكم هذاك الفخوتوار اللي كنت شريته غير ب95,000. كان عندي مده وانا حابه نشريه، وجا نهار اللي شريته يعني يسلك هذا نهار اللي ما نحبش نسيق ولا نهار اللي ما نحبش ندير الزلازق، راح نستعمله غير هو مع قطره تاع السانيبو، وانا راني فحفحت الحاله. هنا كما شفتوا كنت فرشت لو طغا تاعي، يعني عطرته بهذا المعطر تاع لوغاج اللي كنتو شفتوه معايا، هذا ريحته بزاف بزاف مليحه. ولهنايا كنت قضيت شويه، يعني فرست الحاله كامل في الفريجيدر، وكنت شريت هاد الفريشات تاع الفريجيدر باسكو كانوا عندي كانوا تقطعوا، وكنت مده وانا قعدت بلا بيهم وانا نحبهم بالبزاف باسكو راح يزيدوا يبهيو الفريجيدر وراح يخلوه نقيقي، يعني هذيك الزجاجه ما راحش تقعد هكاك شامته. ولا كيما راكم تشوفوا يعني جوني بزاف شابين، كنت شريتهم ب30,000، فيهم 4 واحد درتو في هذاك القجر الصغير، و3 كنت درتهم من الفوقه كيما راكم تشوفوا. مع العشيه كانت جات عندي عجوزتي، يعني جاتني على غفله ومزيه اللي كانوا عندي شويه تاع القديان، وكان عندي شي حاجات اللي قدرت نقابل بهم وجهي. هنا كنت وجدت للقهوه يعني الكرواسون، وكانوا عندي الياغورت. ومن هنايا كنت جيت باش ندير معاكم واحد الكيكه بزاف بزاف مليحه، تابعوها وشوفوها وجربوها ونتمنى راح تعجبكم. درت فيها 3 حبات بيض غير واش كان عندي، درت كاس تاع الزيت وكاس تاع ونص كاس تاع الحليب وكاس تاع السكر، حركتهم مليح مليح كيما راكم تشوفوا. انا وليت السكر كي نشريه ولا يجيني خشين يا ناس، سما قد ما نحرك بالفوي ونحسو مازال ما دابش. ليسونسيال حركت مليح الخليط تاعي. من بعد كنت درت مغرف كبير، مغرف معمره يعني تاع النسكافي. شوفوا البنه تاع النسكافي انا نموت عليها، البنه تاعها وحدها، والدار تاعكم راح تولي تريح كامل الله الله. ودرت 2 مغارف تاع لافاني وحركتهم مليح مليح بالفوي بيان سور. من بعد كنت حكمت الصفايه باش بديت نصفي في الفرينه. انا كنت استعملت فرينه بدون غلوتين، كما قلت لكم عجوزتي تاكل غير هاد المواد يعني اللي ما فيهمش القمح، وانا شريت لها باكي تاع 3 كيلو مخلياتو عندي كما قلت لكم مزيه اللي صبتو في هاد النهار، ولا نهار اللي نعرضها ولا يعني راح نلقى كل حاجه عندي. درتها بهذاك البول الصغير كما شفتوه، يعني ما عمرتوش بالفرينه، ودرت فيه 2 باكي تاع الخميره الكيميائيه، يعني الخميره تاع الحلويات. حركتهم مليح مليح، وشوفوا يعني ما زدتش كامل الفرينه كما شفتوا. هذاك البول
ما عمرتوش بزاف، حركتهم مليح مليح. انا الخليط تاعي حبيت نحركه بالفوي باش نحسو باللي كامل يعني ما بقعدوليش هذوك الحبيبات الصغار. هنايا كان عندي هاد المول كنت شريته، حبيت نجرب فيه هاد الوصفه. كما شفتوا كنت مسحته كامل بالزيت، من بعد درت فيه الخليط تاعي وحطيته يطيب على 180 درجه. شوفوا هذيك الكيكه شحال جات بنينه تشهي، كما راكم تشوفوا جاتني منفخه وجات بزاف بزاف بنينه. كان عندي شويه تاع المعجون مسحتها من الداخل، وكما نقول لكم انا التزيين اختياري غير واش كان عندكم. لهنايا كنت جيت باش ندير العشاء، حبيت ندير الحريره. كان عندي طريف تاع الدجاج حطيته يتقلى مليح مليح في الزيت. كما تعرفوني نحب مليح نقلي الماكله تاعي، سواء يكون عندي الدجاج ولا اللحم ولا ما يكونش عندي، راح نقلي هذاك البصل والثوم. ليسونسيال البنه، اكدوا لي غير على البنه راح تكون ما شاء الله. كنت قليت الطريف تاع الصدر تاعي، قليتهم مليح مليح حتى ولا لي احمر. من بعد كنت حطيت حبه بصل كبيره كنت قطعتها، وحبه تاع الطوماطيش قطعتها ونحيت لها القشره، وزوج سنينات تاع الثوم. كيما راكم تشوفوا حطيتهم يتقلاو مليح مليح، سختو هذاك البصل والطوماطيش باش تطلق لي كامل الماء تاعها. لهنا كانوا عندي البطاطا والزروديه والحشيش والكرافس. الحشيش والكرافس كنت درت لهم ربطه غير صغيره باش تطلق لي البنه. زوج حبات زروديه وزوج حبات بطاطا ولا 3 على حساب الكميه اللي راكم حابينها نتوما. الا كنتو غاشي كثروا الكميه، الا كنتو ماشي غاشي راح ديروا غير حاجه خفيفه. وانا في هذه الوصفه ما درتش فيها القرعه. كما نشوف ام وليد وبزاف وصفات يعني تاع الغرب يديروا القرعه فيها، بصح انايا الحريره تاعي ما ندير لهاش ما درت لهاش القرعه. كما شفتوا حمست مليح مليح، من بعد درت طماطم مصبره ودرت الملح كما شفتوني، ولي زيبيس درت فلفل كحل وفلفل الاحمر وشويه كمون وشويه كرويه وشويه كركم وشويه تاع زنجبيل وشويه تاع القرفه. حمست مليح مليح ومرقتهم بالماء سخون وشهيه طيبه. شوفوا كي تكملوا راح تنحوا هذاك الحشيش والكرافس، وتنحوا هذاك الطريف تاع الصدر ولا الدجاج ولا واش كان عندكم، تميكسيوهم وتذوقوا البنه. شوفوا هذه راح تكون بزاف بنينه. انا هاد النهار حسيت روحي في رمضان، قلت الحمد لله اللي كان عندي كلش واجد. نهار يجوني الضياف يعني راح نكون لاز. علاش نقول لكم نحب نقضي قبل ما تدخل سمانه واحده اخرى، باش اونكا وجاوني ضياف ولا كنت حابه نعرض كاش واحد ولا يجيني كاش واحد زياده راح نلقى باش نقابل وجهي. هنايا كنت ندير لكم في لاباط تاع لي كيش، هاد لاباط لي بزاف مليحه، وانايا عندي 3 سنين ملي تزوجت وانا نعتمد غير عليها، والزوج تاعي يموت على هاد لاباط وهاد لي كيش. كنت درت 4 كيلات تاع الفرينه. كما شفتوا الكاس تاعي شحال، الكاس تاعي كبير، 4 كيلو تاع الفرينه وقرصه تاع الملح. وشتو الكاس تاعي شحال كبير. اللي كان نتوما الكاس تاعكم يكون هكا كبير ديروا باكي كامل تاع الخميره الكيميائيه، الخميره تاع الحلويات. ولا كان الكاس تاعكم صغير على الكاس تاعي ديروا غير مغرف صغيره تاع الخميره باش ما تنفخ لكمش بزاف العجينه. كان عندي كاس تاع الزيت يعني نحيت منه غير شويه. ومن بعد كنت نضم في العجينه تاعي غير بالعقل. شوفوا كيما شفتوا مقادير مضبوطه، دوك تشوفوا معايا يعني ما نقصت لكم والو في هاد لا فيديو. درت له غير نص كاس تاع الماء على حسب الماء. انا الماء ما كترتش منه، حطوا كاس ما قدامكم وبداو زيدوا غير بشويه، ما تكتروا لهاش الماء باش العجينه تاعكم راح تجيكم بزاف بزاف خفيفه. شوفوا شحال كانت لي خفيفه. وهنا كيما راكم تشوفوا ما نقصت لكم حتى حاجه. بديت نطم فيها غير بشويه، نقسمها على زوج ونطم فيها غير بشويه وراح تتشد لي. الله الله كما راكم تشوفوا هاد العجينه خبوها لرمضان، انا نعتمد عليها غير هي، سواء في لي كيش ولا لي سوفلي ولا البيتزات ولا اي حاجه نحب نطيبها بزاف بنينه. خليت البيتزا خليت العجينه تاعي ترتاح. وهنايا جيت ندير لكم الحشو. والحشو كان عندي حبه بصل صغيره قطعتها كاريات وحطيتها تتقلى، ما تخلوهاش تتقلى مليح مليح باسكو اللون تاعها راح يولي لكم حمر، يعني راح يولي فونسي وما تجيش مليحه. حطيت شويه تاع الفيونداشي ولا دنداشي ولا الدجاج يكون عندكم ولا السلق، كل وحده كيفاش تحب ديرها. انا كان عندي شويه تاع الفيونداشي حمستهم معاه، يعني درت غير شويه فلفل كحل وشويه تاع الملح. كي طاب لي هذاك الفيونداشي تاعي مع البصل زدت لهم زوج حبات تاع الفرماج، يعني الفرماج تحبوا لا تحبوا ما تزيدوش.
من بعد كنت فتحت العجينه تاعي في هذيك السنيوه. شوفوا كيفاش كانت، يعني جاتني الله الله العجينه. فتحتها، من بعد فتحت كامل الطروفه بيدي كيما شفتوني، باسكو الوسط نحسوا باللي راهي رقيقه، بصح الطروفه نحسهم باللي جوني بزاف خشن. وليت نفتح فيهم غير بشويه كيما شفتوا، ونحيت كامل الزايد. حطيت الحشو تاعي كما راكم تشوفوا، يعني جات بزاف بنينه. انا نتمنى تجربوها وتقولوا لي، باسكو هذه هي روعه البنه تاعها ما شاء الله. كان عندي هذه الفورماتيزي، كنت فتحت زوج، يعني زوج كاريات، وحطيتهم غير من الفوق. يعني انا هذا درته زياده صراحه، باسكو انايا من عشاق الفرامج في لي كيش ولا البيتزات ولا لي سوفلي. نحب يكون الفرماج بزياده باش نحس روحي باللي راني ناكل في ماكله بنينه. ليسونسيال كيما راكم تشوفوا كنت درت هاد زوج حبات تاع الفرماج وحطيتها طيب. هنا شوفوا كانت الحريره تاعي طابت، نحيت لها هذاك الصدر ونحيت لها هذاك الحشيش والكرافس وميكسيتها. شوفوا كيفاش جاتني مع الاخر. كنت درت لها فنجان صغير تاع الفريك، كنت شللته مليح جات حريره ما شاء الله. ولا هنايا كما شفتوا كنت وجدتها يعني السنيوه تاعي. كنت حطيت في بول، درت زوج حبات تاع البيض وزوج بايط ياغورت ناتور وقرصه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود. شوفوا هاد الخلطه اللي تجي من الفوق راح تكون بزاف بنينه، هي اللي راح تزيد في البنه تاع لي كيش تاعنا. شوفوا الا ما كانش عندكم ياغورت ناتور ولا ديروا لا كريم فريش. ليسونسيال هذه هي الزياده الاخيره اللي راح تخلي لي كيش تاعكم بزاف بنينه. كما راكم تشوفوا درت قرصه تاع الملح وزوج حبات تاع البيض وهذوك زوج بايط ياغورت ناتور وشويه تاع الفلفل الاسود. حركتهم مليح. من بعد كنت درتهم كامل من الفوق كيما راكم تشوفوا. واحد النكهه راح تمدها ليكيش، سورتو كي فيها الفلفل الكحل راح تكون بزاف بنينه. مسحتها كامل من الفوق، وكنت جبت سنيوه تاعي واحده اخرى وكملت مسحت الوجه الثاني ودخلتهم يطيبوا. وشوفوا كي طابوا وتحمروا، يعني هذاك الشكل تاعو سورتو كي كنت نقسم فيه كان بزاف بنين. من جهه واحده اخرى كنت قليت المرقاز، يعني باش نوجدوا العشاء قليت المرقاز وكان دار لي تحرحيره ودار لي زيوتي ليسونسيال واش نحكي لكم في هذا النهار. كي جاز يعني الحمد لله على هذا النهار اللي جاز. هنايا كنت حندير لكم الوصفه تاع الخبز، يعني اللي حبت تشوف الوصفه هذه راح تتبعها معايا وتشوفها معايا بلي ديتاي. وصفه تاع خبز بدون غلوتين، كنت شاركتها مع خياتي في الانستغرام، دوك نخلي لكم هنا الانستغرام تاعي راح تشوفوا لي ستوري كامل. درت حبه تاع البيض ودرت نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع الحليب كما شفتوا، 4 كاس بلوتو تاع الحليب، حليب دافي باش تخمر لكم، يعني باش تخمر هذيك العجينه تاعكم. سورتو كي رانا في البرد كيما على بالكم ما تجي تخمر هذيك الحاجه بالسيف. ولا هنايا كنت بديت ندير غير بالفارينه غير بشويه يعني، ونطم العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا بديت نطم فيها غير بشويه. شوفوا هذا الخبز بزاف مليح للكبار مليح للصغار، سورتو لي بيبي تاعكم. يعني هذه هي فرينه بدون غلوتين كيما راكم تشوفوا فيها ما فيهاش القمح، يتسمى مام كي ياكلوا وليداتكم ما راحش تخافوا عليهم. لهنا كنت درت غير شويه تاع الماء، واحد نص كاس تاع الماء، وبديت نخبط فيها بديت نخبط فيها باش العجينه تاعي تتشد لي يعني ونعرف نتحكم فيها. شوفوا كي خليتها ارتاحت كيفاش ولات لي، يعني جاتني عجينه بزاف شابه. قسمتها على زوج، حكمت بابي كويسون وبديت نفتح فيها بالزيت. كان عندي شويه زيت في بول وبديت نفتح فيها غير بشويه كيما راكم تشوفوا. ما حبيتش نخليها خشينه العجينه باسكو كيف نحطها فوق الطاجين راح تطلع لي وراح تخمر. هنا حطيتها بالبابي كويسون فوق الطاجين نقصت له يعني على درجه تاع الحراره غير خفيفه باش ما يطيبليش تمتم والداخل تقعد لي هكاك العجينه. شوفوا كي قلبتها كيفاش كانت هذاك الوجه تاعو كان يشهي. ان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه البنات. هذه هي لا جورني تاع اليوم، هذه هي انا وعجزتي كيفاش جوزناها. الحمد لله اللي جازت بخير. انا ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم هذا لا فيديو، وان شاء الله كنت خفيفه معكم. راح نتلاقاو في فيديو جديده مع موضوع جديد. سلام.